السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم البروف حسام حسن أستاذ اللغة الفرنسية. في الفيديو ده إن شاء الله هنبدأ مع بعض أولى حلقات سلسلة هتتكلم فرنساوي، والسلسلة دي اللي هتخليك تتكلم اللغة الفرنسية بثقة وتنطقها زي أهلها بالظبط. كمان مش مجرد حفظ كلمات وخلاص، لا ده أنت هتتعلم معايا تنطق إزاي صح وتفهم الصوت بشكل كويس. وكمان هيكون عندنا تدريب إن احنا نخلي ودننا تتعود على النغمة الفرنسية والنطق وسماع الصوت الفرنسي بشكل احترافي عالي. وكمان في الفيديو ده هنبدأ من الأساس، يعني هنبدأ نتعرف على الحروف وهنبدأ نتعرف كمان على الأصوات، منها الساكن منها المتحرك. هنتعرف على حاجة مهمة جدا، ليه الفرنسية مش دايما بتنطق زي ما بتكتب. تمام؟ فلو انت طالب في ثانوية او اي حد بيحب اللغة بتاعتنا الجميلة، ركز معايا من اول ثانية في الفيديو لانك باذن الله هتتكلم فرنساوي. مش هطول عليكم المقدمة، يلا حضر كوباية الشاي بتاعتك او القهوة الفرنساوي بتاعتك ويلا بينا ونبدأ الشرح. Bonjour monsieur. Bonjour. Que désirez-vous? Une baguette et un pain au chocolat, s'il vous plaît. Et avec ceci? Je prends 2 croissants au beurre. D'accord. Voilà monsieur, c'est tout? C'est tout. Je vous dois combien? Au total, ça fait 6 €. Carte ou espèce? Carte. Votre code s'il vous plaît. Oui. Merci et bonne journée. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Et vous? Qui êtes-vous? Comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Aliette Laroche. Aliette, c'est mon prénom. Laroche, c'est mon nom de famille et je suis une fille. Bonjour Aliette. Quel âge as-tu? J'ai 12 ans. وبعد ما استمعنا للفيديوهات اللي شفناها من شوية، طبيعي ان انت تستغرب هم ليه الفرنسيين بيتكلموا بالسرعة دي، او ليه اللغة الفرنسية هي الريتم بتاعها بيكون ايقاع موسيقي، وفي نفس الوقت انا حافظ كلمات بس مش بعرف ان انا انطقها بشكل كويس زيهم. اول شيء لازم وانت بتتعامل مع اي لغة ايا كانت لازم تقف على الاساسيات بتاعتها. واساسيات لغتنا الجميلة هي عبارة عن ان انا بشوف ايه هو علم الاصوات بتاعتها، وفي نفس الوقت الجرامير. طبعا هنا في الكورس بتاعنا بنتكلم بس على علم الفونيتيك، يعني علم الاصوات او علم الصوت. تمام؟ وبالتالي ان علم الاصوات تمام خلاص هو بيدرس ايه؟ بيدرس اصوات حروف اللغة الفرنسية. تمام؟ ده موضوعنا لا فونيتيك. وهنبدأ بأول شيء الأبجدية الفرنسية. علشان تقدر تتكلم بشكل كويس لازم تكون عارف نطق كل حرف ماشي ازاي وبتسمع كويس، مش مجرد ان في حرف بينطق وخلاص او كلمة نطقت وخلاص، لا. لان طبعا بنلاحظ ان في مشاكل كتير عند الطلبة مش بنعرف نقرأ فرنساوي. ده راجع ليه؟ راجع ان انا مش متعرف كويس على الحروف الساكنة والمتحركة، في نفس الوقت مش عارف كويس ايه هي الاصوات المتحركة وايه هي الاصوات الساكنة. تمام؟ وفي نفس الوقت انا يعني كطالب مش بدي المجال لنفسي والفرصة لنفسي ان انا اقدر اتكلم. دايما هتكون ايه؟ مكسوف بينطق فرنساوي ومكسوف مثلا يتكلم انجليزي. ليه مكسوف؟ ما دي لغة عليك. بالعكس يعني دي اللغة دي حاجة مهمة جدا، ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا ألسنة مختلفة. تمام؟ فعلشان خاطر ان احنا اللغات دي لازم نقدرها كويس ولازم نتكلم، يبقى لازم ندرسها من البداية. والبداية بتاعتي بتكون الالفابي فرنسي. الفابي فرنسي اللي هي الأبجدية الفرنسية. وركز كده معايا، بيقول لي حروف الهجاء في الفرنسية هي نفس عدد حروف اللغة الإنجليزية بالظبط، وعددها 26 حرف. كل اللي طلبه منك معايا في الفيديو ده أو في بدايته اهو في الجزئية دي، ركز معايا في نطق الحرف والصوت بتاعه. نبدأ بأول حرف، يلا ركز وعايزك تكرر ورايا. A B B C C D D E E تاني A، كرر معايا B C D E E. هو مش او تاني اف اف جي جي
اش اش اي اي جي جي تاني اف جي جي اش تكرر كده باللغة العربية اشرب هات اول حرفين منها اش تاني اش اي جي على نفس الوزن اي جي يبقى من الاول ا ب س د ا اف جي اش اي جي كا 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 ال ال ام ام ان ان او او مش او 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 تاني كا ال ام ان او ب بص ركز معايا كده ب مش ب فرق ما بين الب الخفيفة والب الب تاني ب كيو كيو مش كيو كيو ردد ورايا كيو كيو اغ 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 اس اس ت ت هات من الاول معايا من اول حرف الب ب كيو اغ اغ وعود لسانك ينطق اغ ما تحاولش ان انت تنطق الحرف ار حتى ولو كان صح لا عود نفسك ان انت زي ما الفرنسي بيتكلم اغ خليك انت زيه بيتكلم اغ اس اس ت او 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 ولازم تقولها زي او او ما تتكسفش ولا تضحك الموضوع ممكن يكون في البداية مضحك شوية لكن بعد كده لسانك هيقعد يتكلم لوحده بالنسبة للحرف والكلمة وتركيباتها زي مثلا عندك في الضمير انت عبارة عن حرف التاء وحرف الاو فانت بتقولها تو البعض بيقولها تو غلط تو والبعض بيستهجها زي الانجليزي يقول لي تي يو ايه تي يو دي اصلا غلط انت بتتكلم فيه اسمها تو تو يبقى خلي بالك من الحته دي يبقى ينطق او ما تتكسفش وانت بتتكلم الاغ قولها اغ عادي ما هي اللغه كده او اسمها تنطق او في في دبليو دبليو اكس اكس يجرج 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 تاني يجرج خليها بالاغ افضل يجرج زاد زاد تاني يو في دبليو اكس يجرج زاد زاد تمام يلا هات معايا من الاول ا ب س د ا اف جي اش اي جي كا ال ام ان او ب ب كيو ار اس ت ت U V U U V W X Y Z Z تمام. وبعد ما احنا نطقنا مع بعض الحروف عاوزك تستمع لنطق الحروف مرة اخرى، واسيب لك كمان الفيديو ده اللي هو بالكيو ار، وكمان في اغنية كمان ان انت ممكن تستمع من خلال التعلم بالاغاني كنطق ايه للحروف. تعالوا مع بعض نشوف كل حرف معاه الكلمة الخاصة بيه ونشوف نطق الحرف. يعني قلت
صوت الآ. تمام، زي في كلمة أغبغ. خليك بس في الحرف الأول أربر أغبغ. حرف الب زي ببا، صوت الب ببا. حرف الس صوت الس سينما سينما. حرف الد يدينا صوت د درابو درابو. خلي بالك من اللي جاي علشان هنا في ملاحظة، ركز. حرف ال هيكون ليه فيديو خاص بيه كحرف لأنه له كذا نطق مش نطق واحد، فتخلي بالك من الحتة دي. أنا هنا بس عليه ملاحظة إن المثال اللي مكتوب إن كلمة آلاف عليها نبرات، فمش هينطق بالصوت الأصلي، مش هينطق لكن أنا هديك كلمة أنت المفروض عارفها اللي هي الضمير الضمير أنا ج. تمام، فأنا عايز الصوت بتاع ج. طب أنت هنا حطيت عليها نبرات أو أكسون، اتغير الصوت. وإن شاء الله في سلسلة هتتكلم فرنساوي هندرس كمان الأكسون، وهندرس فيه حروف معينة شرحها يطول، يعني مش هينفع ان احنا ناخدها في فيديو داخل نطاق الحروف كلها. كل حرف هيكون له شرح منفصل، بس اهم حاجة ان انا اعرف الصوت بتاعه الاصلي هو وينطق مثلا كما في كلمة ج، ولكن اذا وضعت نبرات يتغير المعنى، وده ان شاء الله هنبقى نوضحه في فيديو عن الاكسون. اف زي فلور فلور. الجاء ج جراف. طب الأش غير منطوقة، اوعى تقول لها غلط، يعتبر حرف الأش غير منطوق. يعني ببدأ أنطق من الفعل أبدأ أنطق من الحرف التالي من أش اللي بعديه، يعني يبقى ويت. ما اقولش هويت خطأ، ويت حرف الأش صامت لا ينطق. إيماج إيماج. حرف الجي اديني صوت جو. روح لحرف كا يدي صوت كاغاتي كا. حرف ال ليفغ. حرف الام مترو. حرف الان نوف. حرف الاو اورانج. ركز. حرف الب بابا دي صوت بابا. حرف كيو زي في كلمة كاتر. ولاحظ ان حرف اليو بعد حرف كيو لا ينطق، قاعدة وسجلها عندك. حرف يو بعد حرف كيو لا ينطق، اللي هو اليو بعد الكيو لا ينطق. تمام. حرف الأغ غ صوت غ غوب. حرف الأس يدي صوت ساك. حرف الت صوت الت تاكسي. حرف اليو يدي صوت يو بص يونيفورم. الفا فيديو. الدبليو لا ينطق إلا إذا نطقت الكلمة بنطقها الأصلي وفقا للغة اللي جاي منها، لأن حرف الدبليو يعني يطول شرحه في فيديو آخر أيضا، تمام، هنتكلم فيه بالتفصيل. لكن من الحروف اللي هي يعتبر غير منطوقة بشكل أساسي في اللغة الفرنسية، أصواتها بتكون يعني مختلفة شوية، لكن احنا ممكن نسهل على بعض بنقول ان هناك كلمات داخلة على اللغة الفرنسية من كلمات مثلا انجليزية، فيعتبر احنا بننطق او بنخلي الصوت زي نضج الصوت بتاع الاصل بتاع الكلمة اللي جاي من اللغة بتاعتها، زي ويب كام. تمام. يعني ان شاء الله قدام كده عشان بس تكون الامور واضحة، في باقي السلسلة هيكون في حروف معينة نتناول شرحها بشكل كامل. فاهم شيء ان انت تعرف ان الدبليو له ملاحظات معينة. اكسيليفون صوت بص صوت الاي يوغا. حرف الزد صوت زيرو. بعد ما نطقنا مع بعض الحروف تمام والامثله عليها، نخلي بالنا ان احنا اتكلمنا من شويه قلنا ان عدد حروف اللغه الفرنسيه قلنا هم 26 حرف. تمام.
واهم شيء لازم اعرفه ما هي الحروف الساكنه وما هي الحروف المتحركه. ولازم احط في الاعتبار ان اللغه الفرنسيه تمام تنطق تمام بس كتابتها مختلفه، يعني انا بكتب كلمه بس النطق مختلف، فخلي بالك من الحته دي. وده سر من اسرار اللغه الفرنسيه، انت بتكتب حاجه بس بتنطق شيء مختلف. والنطق مهم جدا. يعني انا دلوقتي مثلا ايه اللي يميزني انا بتكلم انجليش؟ ان انا بنطق الانجليش زي الانجليزيين بالظبط، او زي مثلا الامريكان. طيب انا بنطق فرنساوي يبقى لازم انطق زي الفرنسيين. انا بنطق الماني يبقى زي الالمان، زي الاسباني بنطق زي الاسبان بالظبط. فبالتالي انا لازم اسمع كويس اهل اللغه بيتكلموا ازاي عشان اقدر اتكلم زيهم. اما ان انا احرف في نطق الصوت واستحدث اصوات من عندي علشان ابان ان انا او ما اتكسفش من الاخرين والاخرين يضحكوا عليا، لا طبعا. ما اللي يضحك انا بتعلم لغه، ما هو بكره وبعده لما انا اتقن اللغه دي واتكلمها واشتغل بيها تمام واتعامل مع اجانب بعد كده، وقتها اللي كان بيضحك عليا هيقول يا ريتني اتعلمتها بدل ما كنت ضحكت عليك. فانت هتعرف قيمه الكلام ده لما تتعلم اللغه بشكل كويس وتبدا تذاكر وتبدا تشتغل على نفسك، انك تستمع اكتر فاكتر فاكتر وتردد كمان. يعني مش هتخسر حاجه، بالعكس اللغه دي اهم شيء في الحياه. ربنا سبحانه وتعالى يعني ادهلنا نعمه كبيره جدا لازم نحافظ عليها، وان احنا لازم ننمي فيها نفسنا. وكمان هتفيدك انت، يعني مثلا انت بعد ما تخلص ثانويه وتدخل الجامعه وفي الكليه هتدرس باللغات، ولو هتسافر بره ان انت مثلا تشتغل في السياحه، تشتغل في الدول الاجنبيه، فبتبقى انت محتاج اللغه يعني. فده شيء اساسي بالنسبه لك. هتلاقي ان حتى قيمه اللغه في حد ذاتها حاجه راقيه جدا، يكون معاك لغه او اتنين كمان، يعني بترفع من شأنك بشكل كويس. كمان بتكون ان انت بيصادف قدامك مقالات صحفيه او مثلا على السوشيال ميديا بتلاقي ان في كلام بلغات انت بتقرأ، بتبقى فاهم مميز جدا عن غيرك. فدي مهمة جدا جدا اللغة. اكتسب مهارات اللغة، مش بس تتعامل معاها ان هي مادة عندك في الدراسة، لا اطلاقا. اللغة دي في حد ذاتها يعني ممارسة كبيرة جدا يعني، وهدف كبير في حد ذاته ان انت كمان تقدر تشتغل بيها وتتفوق وتكون مميز في المجتمع. فدي نصيحة ليك علشان خاطر تخلي بالك من مستقبلك في اللغات. نشوف الحروف المتحركة والساكنة. تنقسم حروف الهجاء إلى حروف متحركة وحروف ساكنة. طيب أولا الحروف الفرنسية المتحركة. هم كام حرف؟ هم 6 حروف. والحروف المتحركة بنقول عليها لي فويل. بنقول عليها ايه؟ لي فويل. تاني فويل يعني حرف متحرك. ايه هم الحروف المتحركة؟ زي ما موضح اهو تمام. نقول كده الA E O U I Y. تاني A E O U I Y. شوف الأمثلة تمام. يعني سيبك من اللي مكتوب بالعربي، خليك بس اسمع مني الأصوات. زي arbre éléphant. هتقول طب ثانية انت قلت ما قلتهاش هنتكلم فيها، بس معلومة ليك ان النبرة تمام اللي اتحطت او الاكسون التي وضعت على الحرف غيرت في النطق، وده هنشرحه قدام شوية ما تقلقش تمام. ممكن كمان احنا نقول ايه الضمير زي ما كتبنا فوق في الحروف. الضمير ج اورانج uniforme image يويو. تاني يويو او يوجا. يبقى ادي الحروف ايه؟ الحروف المتحركة، وهم 6 حروف. والباقي طبعا هيكون عندي الحروف اللي هي الساكنة. والساكن بنقول عليه هنا ايه؟ بنقول عليه كونسون. في تدريب حلو خالص تمام زي ما هو موضح. الاكتيفيتي بيقول لي حدد او حط كده اللي هو ايه علامات على حدد الحروف المتحركة. خلاص يبقى مع بعضينا اهو. يلا برافو عليك. الA والE تمام. والإي ينفع الأش؟ لا الأش صامت هنا خلي بالك. أو الأو كمان، وهنا الإيجريك، وكمان هنا حرف الأو تمام.
وحرف الاو. ادي الستة. خلاف الستة دول هيكون طبعا هنا ايه كونسون زي ما موضح في الاكزرسيس 2 او الاكتيفيتي 2 بيقول لي حدد بقى هنا ايه الساكن خلاص زي الدي والبا وهكذا. تمام. في الاكتيفيتي 3 بيقول لي هتحط الحروف اللي هي الساكنة في اليمين هنا. تمام. هنا الحرف يعتبر الساكن وهنا الحرف ايه متحرك. تاني الفويال انتوا جرايه فويال زي ايه الفويال؟ ايوه برافو عليك. هتبقى هنا ايه الاو فويال وايه كمان او برافو عليك وايه كمان الاو برافو عليك وايه كمان الايجرج وهكذا. يعني زي ما احنا اتعلمنا اهم شيء تمام ان انت توضح الساكن من المتحرك وهكذا. في الاكتيفيتي 4 بيقول لي في هذه الكلمات الاتيه حدد او ضع خط على المتحرك. تمام. زي ما موضح معايا انا هنطق الكلمه اسمعها كويس وانت بقى في الكشكول بتاعك طلع الكلمه طلع الحروف من الكلمه نفسها واكتبها الكشكول بتاعك انطق معايا. بابا شوكولا شاز livre moto vélo jupe banane pyjama bicyclette lycée موتو خلاص اتكررت. مني اهم شيء اسمع الصوت كويس. تاني بابا شوكولا شاز ليفر موتو فيلو جيب بانان بيجاما بيسيكلات ليسي موتو مني. المرة الأولى تكون بطيئة والمرة التانية سرع شوية في الصوت وخلي ودنك تسمع. انت علشان تصدق نفسك انك بتتكلم لغة فرنسية اعمل ايه؟ انطق انت مع نفسك بس سجل لنفسك وانت بتنطق وبعد ما تخلص اسمع نفسك هتلاقي نفسك بتتكلم فرنساوي بشكل كويس. اوعى ان انت تتكسف، اوعى ان انت تقول انا مش هعرف انطق. لا ادينا احنا بنتعلم مع بعض ما عندناش اي مشكله. في الاكتيفيتي 5 هنحدد بقى الكونسون. تمام. زي ما عملنا في المتحرك نعمل في الكونسون بالظبط. هنطلع الكلمات ونطلع منها ايه الحروف اللي هي الساكنه. ابريكو coton blouse cirque موتوسيكل. الكلمة لو صعبة عليك قسمها سيلاب يعني استهجها. موتوسيكل ويك اند بس نقولها باللغة الفرنسية شوية نحاول كده نقول ويك اند. بيانو ساندويتش. وبكده نكون احنا اخدنا بعض الامثله على الحروف الساكنه والمتحركه. اهم شيء ان انت تكرر النطق بشكل كويس وخلي بالك ان هناك فرق ما بين الصوت المتحرك والصوت الساكن. الصوت المتحرك بيخرج من الفم بسهوله. انت بتقول هنا ايه لكن الساكن بيحتاج ان انت تغلق في يعني جزء بسيط من الفم للشفايف او في اللسان ان انت تخلي بالك من الحته دي. اهم شيء ان احنا نكون استفدنا كويس من نطق الحروف. قرر معايا واستفيد كويس واسمع مرة واثنين وثلاثة. احنا لسه في بداية السلسلة. تمام. هتعلمنا بشكل كويس ان احنا ننطق الفرنساوي مش هيبقى عندي فيه اي مشكلة خالص نهائي. كل ما في الموضوع ان انا بس عاوزك انك تكون مستمتع بتعلمك للغة الفرنسية لان ده هيفيدك زي ما قلت لك مستقبلا. هسيبك مع الكويز ده تفكر شوية في الاسئلة وترد عليها.
وبكده نكون خلصنا أول حلقة من سلسلة هتتكلم فرنساوي في صوتيات اللغة الفرنسية. المرة الجاية إن شاء الله هنبدأ في حاجة ممتعة جدا، هندرس الأصوات المختلفة للغة الفرنسية، وهننطق كمان في أمثلة تانية، وهنتوسع بشكل كويس في الأمثلة. استنوني في الفيديو اللي جاي إن شاء الله من السلسلة. وفي الختام سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.